داود عليه السلام. كان داود عليه السلام قصير القامة، أزرق العينين، قليل الشعر، له قلب طاهر نقي. جمع الله له بين الملك والنبوة. كان داود عليه السلام قويا في عبادته لله، فقيها في أمور الإسلام، كان ورعا تقيا، يقوم الليل لعبادة الله، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو صيام الدهر. وأنزل الله عليه كتابا مقدسا هو الزبور. وكان صوت سيدنا داود جميلا قويا حسنا، وكان إذا قرأ بصوته الجميل في الزبور سمعته الجبال والطيور، فتسبح الجبال معه في الصباح والمساء، وتقف الطيور في الهواء متأثرة بصوته وهو يقرأ ويسبح، فتسبح معه بحمد الله. في ذلك العصر كانت الحروب كثيرة، وكانت الدروع الحديدية ثقيلة مرهقة للجنود، وهدى الله داود إلى دروع أخرى خفيفة تساعد من يرتديها في المعركة. لقد ألان الله لداود عليه السلام الحديد، كانت يده تغوص في الحديد فيقطعه ويشكله في قطع صغيرة يصلها ببعضها البعض ليصنع دروعا خفيفة غير مرهقة. جعل جيشه ينتصر بفضل الله في كل المعارك التي خاضها، وكان يشكل الحديد بيده بدون نار أو مطرقة، فيضع الدروع ويبيعها ليعيش من ثمنها. كان سيدنا داود ملكا نبيا، وبالرغم من ذلك كان يعمل بيده ليأكل ويطعم أهله. كان داود عليه السلام ملكا قويا، له جيش مجهز قوي يثير الرعب في قلوب الأعداء، وكان حكيما فقيها. أتاه الله الحكم وفصل الخطاب، وكان محبوبا من الجميع، ليس من البشر وحدهم بل ومن الطيور والحيوانات والجبال أيضا. كان سيدنا داود يجلس بين الناس ويحل لهم مشاكلهم ويفصل في قضاياهم. وذات يوم كان يجلس بجواره ابنه سليمان، وكان صبيا صغيرا. وجاء رجلان ووقفا أمام نبي الله داود، وقال أحدهما: أنا صاحب حقل عنب، وأشار إلى الرجل الآخر قائلا: وهذا الرجل له غنم نزلت حقلي فأكلت كل العنب، وصار حقلي خاليا لقد دمرته الأغنام. ولم ينكر الراعي ما فعلته الغنم. فحكم سيدنا داود قائلا: لقد حكمت أن تأخذ الغنم بدلا من الحقل. ولكن الصبي سليمان استأذن أباه قائلا: عندي حكم آخر. نظر الجميع إلى سليمان الذي قال ليأخذ الراعي الحقل الذي أكلته الغنم، ويصلح أرضه ويزرعه حتى تنمو أشجار العنب. أما صاحب الحقل فيأخذ غنم الراعي ليستفيد من ألبانها وأصوافها حتى ينمو حقل العنب، فتعود الغنم للراعي ويأخذ صاحب الحقل حقله. ووافقه سيدنا داود على رأيه، وسعد برجاحة عقل ابنه الصغير، وأمر بما قاله سليمان عليه السلام. كان داود عليه السلام جالسا في محرابه يتعبد ويصلي، وفوجئ برجلين يقفزان من سور المحراب، وفزع داود عليه السلام منهما، فطمأنه أحدهما قائلا: لا تخف، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالحق.
وشرح الرجل قضيته قائلا: هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. قال: أعطها لي، وأخذها مني. لم ينتظر سيدنا داود حتى يسمع الرجل الآخر، بل قال على الفور: لقد ظلمك أخوك بضم نعجتك في نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا فلا يفعلون ذلك. لم يمنح سيدنا داود الخصم الآخر لكي يشرح وجهة نظره، بل أصدر حكمه على الفور، فعاتبه الله على ذلك. فلا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه أبدا إلا بعد أن يسمع أقوال الخصمين، وليس خصما واحدا. وأدرك سيدنا داود عليه السلام أنه أخطأ، فربما كان الرجل صاحب 99 نعجة على حق، فخر راكعا لله واستغفره وتاب إليه، وما زال يستغفر الله حتى غفر له، وأثنى عليه في قوله تعالى: وإنا له عندنا لزلفى وحسن مآب. عاش داود عليه السلام في عبادة متصلة وتسبيح دائم، ظل يصوم يوما ويفطر يوما، ويقرأ الزبور ب70 صوتا، فتسبح معه الطيور والجبال. عاش يدعو إلى الله ويهدي الناس حتى جاءه ملك الموت وقبض روحه، وصار الناس في جنازة نبي الله داود، وكانت الشمس حارقة، وخاف سيدنا سليمان أن تؤذي أشعة الشمس الناس، فنادى الطيور وأمرها أن تظلل الناس، فتراصت الطيور بعضها بجوار بعض حتى غطت قرص الشمس، وصارت الجنازة المهيبة ليودع الناس النبي الملك داود عليه السلام.